ازيكم احلى متابعين قناتنا افكار وابتكار. يا رب تكونوا بخير، نهاركم سعيد ونهاركم كله خير وبركه وسعاده. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض فيديو حلو قوي، فيديو اعاده تدوير حاجات من البيت هنستخدمها في حاجه بصراحه فكره ب1,000,000 جنيه. لايك وشير واشتراك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا نشوف هنعمل ايه. عندك اكيد من دي اللي هي الطبق اللي بيبقى جاي تحت التورت، سواء ده او ده اللي انتي عندك. اكيد يعني جالك عيد ميلاد، عيد جواز، عيد خطوبة، اي حاجة. فاحنا النهاردة محتاجين ايه معانا؟ محتاجين واحدة من دي، وليكن ايه، انا هاخد دي. طبعا اخدت دي علشان حجمها اكبر، لكن انتي لو عايزة حجم صغير او عندك الحجم ده عادي، بس انا اخترت دي مش عشان اللون خالص او عشان ان هي سيلفر، لان كل ده مش هيبان معانا دلوقتي. النهارده احنا هنعمل مع بعض برواز بشكل حلو قوي، وهيبقى قيم قوي. لو عندك صوره لبنوتك، صوره لاي حد في العيله، وعايزه تعمليها برواز شكله حلو. بصي انا جبت تقريبا كده ديت صوره ان احنا ايه نشتغل عليها. حبه خرز بس فايضين عندك في البيت بالتقريب كده، انا وسطنتها. نخليها هنا على جنب عشان لما نشتغل. علمت مقاس الصورة. انتي بقى الصورة اللي عندك مربعة، عندك مدورة زي ما هي عندك. دي عصيان شيش تاووك بالقطر كده، قطعتهم 3 أجزاء متساوية. وهنبدأ أول حاجة مسدس نثبت ايه عصيان الشيش تاووك. ممكن طبعا تعمليها كصورة، ممكن تستخدميها برضو بشكل عشوائي اهو. ممكن تستخدميها لمراية، يعني على حسب ما انت عايزة تستخدميها، مش هتقول لنا لا. بصي بتحطي بالتقريب كده، بس المهم ان انت ما تجيش عند حرف الصورة اللي احنا علمنا عليه. طبعا العصيان بتاعت الشيش تاوك ديت في الاخر هتدينا نتيجة حلوة قوي. شوية خرز بقى عندك في البيت هقولك هنعملهم ازاي. بجد بيبقى برواز، منه برواز ومنه انتيك شكله حلو قوي وقيم. ممكن كمان تهدي بيه اي حد عزيز عليكي بيبقى عندك صورته، تعملها له مفاجأة. حطي صورة بنوتك، يا سلام يا سلام بقى على فرحتها كده لما تشوف صورتها مامتها اهتمت بيها وقعدت كده تعبت وعملت لها نيو لوك فيها كده وشكل جميل. بس بقى معانا لولي ابيض. كل ده لسه في خطوات جايه، بس احنا ايه بناخد يعني بالتقريب كده. نوسع المكان هنا عشان ابقى قريبه ليكي. بصي بتعملي صفوف برضو كده باللولي. بحيث ان انتي تملي المكان ده، تديلها علو كده شكله حلو، وتحاولي على قد ما تقدري ان انتي تخلي اللولي منتظم في المرحله دي قريب من بعضه. بصي انا عملت هنا 3 صفوف يعني بالتقريب كده. هلف هعمل واحده كمان قدامك، هنشوفها هتاخد كام صف. حاولي ما تجيش على الطرف، وحاولي ان انت ما تقربيش من المساحه بتاعه الصوره.
بصي، هو بالتقريب بالعين المجردة كده ان هما اخدوا 3 سطور زي بعض اهو. بصي بقى، هي النتيجة بجد هو مش تعب. اول حاجة هو مش تعب، بس لما تشوفي النتيجة في الاخر هتلاقي فعلا تستاهل يعني ايه ال10 دقايق بس او ال5 دقايق اللي احنا عملناهم فيها. هكمل انا الصفوف وارجع اوريك لسه هنكمل نعمل ايه. كده الحمد لله اهو، يعني ربنا سترها معانا الخرز بجد. كفة. كنت قلقانة لان اللولي ده انا كنت مستعملة منه حاجات تانية في القناة معاكم، بس انا وعدت بنتي ان انا هعمل لها صورتها في برواز. طبعا الصورة اللي انا هحطها ديت يعني مجرد بس ان انا بوريكي تحطي الصورة ازاي، لكن انت ممكن بقى تظبطي الصورة. لو عندك حتى صورة مربعة ممكن تظبطيها انت، تعمليها مدورة على حسب، او ال بتاع اسمها ايه دي، مش عارفة اسمها ايه، حد عارف اسمها ايه؟ الورقة اللي بتيجي تحت التورت دي. عندك مربعة ممكن. خلصنا هوريكي بقى احنا ايه. انتي بقى بتجيبي اللولي على حسب ذوقك، بس هوريكي الفرق بين اللولي ده واللولي اللي احنا هنستعمله دلوقتي. دي اللي هي النص، بصي نص الولاية مسطحة كده من هنا، انما دي مدورة كاملة اهي، دي اللولاية الكاملة. فانا دلوقتي عايزة استعمل اللي هي اللولاية الكاملة. بصي عصيان الشيش طاووق مدخلاها كده، هي ليها فتحتين اهي، هقوم مدخلاها من الفتحة كده، واقوم ايه مثبتة بالشمع كده بحيث ان هي ايه تثبت. بصي بقى الطرف كده بديلها شكل جمالي حلو قوي. بتقفلي بس عليها كده من الطرف وتشديها لفوق وتسيبيها اما تنشف. تكملي كده بقى لاخر اللولي، بس لازم ايه يعني تثبتيها شويه لغايه لما تنشف. بصي بقى مرات لقيت عندي لولي نفس اللي هي الكبيره المسطحه اللي انا وريتها لك دي، بس دي الصغيره بتاعتها. انا حطيته هوريكي بس اخر واحده حطيتها ازاي على عصيان الشيش طاووق. يعني بصراحه ما تستخسريش في حاجه، لان هو في الاخر يعني خليكي معايا للاخر هتلاقي النتيجه تحفه بجد. مش هتتخيلي ان هو ده الشكل اللي احنا بنعمله من حته ورقه بنرميها. وانا عشان عندي الخرز انا استعملت الخرز ده. لو انت حابه تجيبي خرز تاني يعني هيكلفك 10 جنيه خرز، 15 جنيه بس. هيبقى برواز قيم جدا، شكله حلو قوي، وهتفرحي بيه ولادك او اي حد في افراد اسرتك، او لو هتعمليه هديه برضو. وفي نفس الوقت بصي كل ده لسه هنخش في مرحله تانية لسه هقولها لك في الاخر عشان تكملي معايا للاخر متزهقيش. ممكن لو عندك ساعه برضو قديمه او ساعه البرواز بتاعها مش عاجبك، عاوزه تجددي منها او تعمليها بشكل قيم، ممكن بقطر وتقصي المكان ده وتحطي الساعه وتثبتيها. بصي بقى معايا الخرز الذهبي ده، انا عايزه اديله غلو بحيث ان انا لما اجي اعمل المرحله الاخرانيه هحط ايه عشوائي بقى كده في الفراغات، مش شرط ان انت تحطي بنظام. عشوائي كده بحيث ان انت عايزين الطرف ده نعليه ما يبانش ان هو ورقه ومسطح كده، فاحنا عايزين نعليه على قد ما نقدر. فكل الشمع دوت وكل الشكل العشوائي ده في الاخر في النتيجه الاخرانيه مش هيبان. بصي انا بعمل كده بالتقليب، هخلص الدايره كلها وهوريكي شكلها ايه. بصي بقى شوفي الجمال، انا كده لفيت الدايره كلها. معرفش هي مش واضحه وانا هوضحها لك، هرفعها لك اهو. بصي الخرز كمان الذهبي ادالها شكل حلو قوي.
بصي بقى الجمال. طبعا انت حابه توقفي الورقه عندك بتاعه التورتيه او بتاعه الكيك باللون السيلفر، وحابه ان انت توقفي على كده وتحطي الصوره، تمام. حابه تكملي بقى للاخر الخطوه المفاجاه اللي انا لسه هعملها ومش هقولك هعملها ازاي. بصي بسم الله ما شاء الله، والله انا بفكر اضحك على بنتي واقول لها بلاش الصوره، واعمل عندي ساعه بصراحه الشكل ده كده مدوره، واحط الساعه واعلقها كده على الحيطه، بجد هتبقى شكلها انتيك وجميل قوي. بس لا بقى، عندي ورقه تانية ان شاء الله هعملها بالطريقه ديت، وحرام طالما وعدتها خلاص. فان شاء الله خليكي معايا للاخر بقى، هتشوفي لسه في خطوه هعملها وهرجع لك هوريكي عملناها ازاي، هتبقى مفاجاه وهتشوفي الشكل اختلف 180 درجه. كده يا مرايا قدرنا نحولها من كانت ورقه ملهاش اي لازمه وبتترمي لتحفه فنيه بجد. تقدري تستخدميها كبرواز، ممكن تستخدميها كساعه زي ما قلت لك، بتقصي من هنا، يعني الجزء ده ممكن تستخدميه زي ما انت عايزه، ممكن تستخدميها كمرايه على باب اوضه او على باب الشقه. بصي وانا اتلقيت الخرز كمان الاستراس هنا شكله احلى، فغيرته وحطيت استراس، وعملت بقى قلت لك هعمل شكل تاني اللي هو ده. صراحة انا تعبت قوي عشان تلاقي درجة اللون ديت. ده رش استخدمناها قبل كده في القناة، رشيتها وسبتها ساعة لما تنشف. بصي هي اتحولت لخشب، هي مستحيل ان تشوفيها دلوقتي تقولي دي ورق. هجيب دي كده على جنب. وديت كده معايا برضو هوريكي عملت الصورة ازاي. بصي بنفس الطريقة، ودي صورة منظر طبيعي اهوت، اي صورة بقى، صور اولادك طبعا، صور اي حد من البيت، زي ما قلت لك عايزة تعمليها مراية. هنا الجزء ده متاح ليكي تعملي كل اللي انت عايزاه. حطيت شمع كده عشوائي، هبدأ ألزق الصورة بتاعتي كده برضو. بصي حسيت ده شكله حلو بصراحة، أنا كنت بدور على اللون ده قوي علشان هو مناسب معايا للصلاة، للون الصلاة مدي على تركواز. بصي بقى بتبدأي تلفي الاستراس كده معاكي حواليها، بتديلها شكل حلو قوي. بجد من حاجات ملهاش اي لازمه، وممكن انتي تقولي يعني هرميها خلاص ملهاش لازمه، بس الهدف بتاع قناتنا زي ما قلتلك ان احنا نعمل افكار جديده، او نعمل افكار تستفيدي بكل حاجه في البيت او تقدري تنفذيها في البيت. يا رب اكون بقدر انال رضاكم. حبايب قلبي اللي معايا في القناه تسلمولي، بحب تعليقاتكم ولايكاتكم، متحرمش منكم ابدا ابدا. كده هكمل اللفه، ممكن بقى انت تلفيها بخرز يعني على حسب المتاح عندك. كده خلصت الدايره اهيت، عملتها معاكم نفس الطريقه اللي عملتها في التانية. بصي من حاجه اساسا يعني تعتبر مكانلهاش اي لازمه، عملنا حاجه قيمه وحاجه شكلها قيم جدا وحاجه روعه وحاجه تستفيدي بيها في بيتك. بصي الجمال. كده يا مرايا عملنا مع بعض احلى براويز، او زي ما تستخدميها بقى احلى مرايات او احلى ساعات. بصي بقى انا حاسه ان دي شكلها مدي خشب، وحاسه ان دي شكلها مدي انتيك، يعني مش عارفه بقى بصراحه اختارني هنا احطها في الصاله. يا ريت تقولوا لي رايكم في التعليقات، ولو عجبتك الفكره بتاعتنا النهارده لايك وشير واشتراك في القناه علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.